الفايكنج الذين اشتهروا بوحشيتهم بالحروب التي برعوا في تخطيطاتها، شهدت فترتهم براعة هندسية وزراعية ونقلة نوعية في مجال الملاحة وصناعة السفن. من هم الفايكنج؟ هم شعوب جرمانية نوردية استوطنت مناطق شمال أوروبا وتمت تسميتهم بالنورثمان أي الشماليين. ويعتقد أن أصول كلمة فايكنج جاءت من كلمة فيك أي خليج صغير في لغة المناطق الشمالية، كما أن هذا الاسم من الممكن أن يكون مصدره منطقة من النرويج تسمى فيكين حيث عاش الفايكنج. يقول بعض المؤرخين إن هؤلاء القوم الذين اشتهروا بركوب البحر والقرصنة لم يطلقوا على أنفسهم اسم الفايكنج، ولكن هذا الاسم ارتبط بهم طوال السنين، لم يظهر في كتب التاريخ حتى منتصف عصرهم خلال القرن العاشر الميلادي. امتدت فترة حكمهم من القرن الثامن وحتى القرن الحادي عشر، أي في عام 793 إلى عام 1066 للميلاد، وعاشوا بالتحديد في بلاد اسكندنافيا وهي السويد والنرويج والدنمارك. اشتهروا بكثرة تجوالهم وسفرهم لمسافات بعيدة، إذ سيطروا على مناطق عديدة من غرب أوروبا وصولا إلى آسيا الوسطى. تنقسم جماعات الفايكنج إلى ثلاثة أفرع: السويديين الذين عبروا بحر البلطيق وتوغلوا في روسيا، والنرويجيين الذين اقتطعوا أراضي من شرق إنجلترا وإيرلندا، والدنماركيين الذين غزوا جنوب الأندلس وشمال المغرب وجنوب إيطاليا وهاجموا القسطنطينية. لا أحد ينكر أن الفايكنج اكتسبوا شهرتهم وبدأ عصرهم بمجزرة دموية مأساوية عام 793 عندما أبحر نحو 100 رجل مدجج بالسلاح من قوات الفايكنج. يقول بعض المؤرخين إن قائد هذه الحملة كان راغنار لوثبروك القائد الأسطوري في الأدب النوردي إلى جزيرة بها دير لنديسين فارن في مملكة نورثمبريا شمال شرق إنجلترا. وجد المحاربون ديرا فيه رهبان مسالمين ومقتنيات ذهبية وفضية اعتبروها كنوزا وغنائم، بعدما قتلوا ونكلوا بالرهبان بكل فظاعة وصلبوا راهبهم الأكبر. وقد كتب الشاعر والعالم اللاهوتي الكوين من يورك عن هذه المجزرة التي عاصرها: لم نر مثيلا من قبل لهذا الإرهاب في بريطانيا كما نعاني الآن من الوثنيين. لقد سكب الهمجيون دم القديسين حول المذبح وسحلوا أجساد القديسين في هيكل الرب مثل الروث في الشوارع. توالت الهجمات البربرية والوثنية كما وصفها الرهبان الإنجليز على الساحل الشمالي لإنجلترا بدعوات من شعوب الفايكنج، إذ صورتهم سجلات إنجلترا في القرون الوسطى دائما على أنهم ذئاب مفترسون بين الخراف. لكن هذه الهجمات كانت تحمل أهدافا أخرى بعيدة عن التعطش للدماء والحروب كما تم ذكره. أحد هذه الأسباب كانت الزيادة المطردة في السكان التي شهدتها تلك البلاد، التي قلت على إثرها الأراضي الزراعية التي كان يعمل بها الفلاحون البسطاء الذين كانوا يشكلون نسبة كبيرة من سكان المنطقة، فضلا على أن المناخ البارد وطبيعة التربة كانت تقتل المحاصيل وتسبب المجاعات. حتى ذلك الوقت كان الاعتقاد السائد لدى شعوب الفايكنج أن العالم ينحصر حولهم ولا وجود لعالم وراء البحر، أو قد يكون هناك عالم فأراد المفكرون والمستكشفون منهم أن يتوسع عالمهم، وساعدهم على التجوال في البحار التطور الذي طرأ على صناعة السفن هناك. وبالفعل كان البحر حينذاك هو أسهل وسيلة للاتصال بين الممالك النرويجية والعالم الخارجي، كما كانت عليه في القرن الثامن الميلادي، حيث بدأت الدول الإسكندنافية في بناء السفن الحربية وإرسالها لمداهمة البعثات لبدء عصر الفايكنج. الغيرة على الدين كانت سببا كافيا بالنسبة لمعظم الفايكنج لقتل كل من هو على غير دينهم ويعبد غير آلهتهم، وهذا يبرر تعدد هجماتهم البربرية على الكنائس والأديرة. لكن في المقابل عاش الكثير من أبناء الفايكنج الأوروبية حياة سلمية، يزرعون ويتاجرون ويندمجون في القارات الأربعة التي استقروا فيها. تعتبر ميثولوجيا الفايكنج من أكثر المعتقدات إثارة عبر العصور، وأثرت على مجالات الفنون والخيال، وكانت مصدر إلهام للعديد من المؤلفين والمنتجين والموسيقيين والرسامين وغيرها من الفنون. فقد أنتجت عدة أفلام وكتب تتحدث عنها كثلاثية تولكين سيد الخواتم،
وسلسلة قصص مصورة للبطل الخارق ثور التي تصدرها مارفل كوميكس، كما كتبت العديد من الأغاني عن هذه الميثولوجيا. كان دين الفايكنج قبل المسيحية مشابها لدين القبائل الألمانية الأخرى، حيث قدسوا عددا من الآلهة مثل أودين رب الأرباب وإله الحرب والحكمة والموت الذي أنعم على البشرية بالأبجدية، وزعيم الآلهة النرويجية ثور إله الرعد، وبالدر إله الضوء. تحدث الفايكنج شكلا من أشكال اللغة النوردية القديمة، تتكون من 16 حرفا يتكون من خطوط مستقيمة، وهي لغة أثرت على خلق اللغات الحديثة في السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا، إذ أن اللغة الأيسلندية أقرب لغة إلى اللغة النوردية القديمة وما زالت موجودة حتى اللحظة. وهناك مدينة واحدة في السويد ما زالت تتحدث النوردية القديمة تدعى بلدة ألفدالن، وقد تم استخدامها كلغة مكتوبة في تلك المدينة حتى عام 1950، وبسبب هذا ظلت تلك المدينة مقطوعة تقريبا عن العالم الخارجي حتى وقت قريب، مما مكن ثقافة الفايكنج من البقاء على قيد الحياة. انتهى عصر الفايكنج بعد آخر غزوة لهم بقيادة الملك النرويجي هارلد الثالث في معركة جسر ستامفورد، وذلك في عام 1066 في إنجلترا التي لقي الهزيمة فيها. كما يعتبر البعض أن عصر الفايكنج في الدول الإسكندنافية انتهى بتأسيس السلطة الحاكمة في هذه الدول وإقرار المسيحية بأنها الديانة السائدة، ويقدر هذا التاريخ تقريبا بنهاية القرن ال11 في الدول الإسكندنافية الثلاثة. وقد تميز نهاية عصر الفايكنج في النرويج بمعركة ستيكليستاد عام 1030، ورغم خسارة جيش أولاف هارلادسون الذي عرف فيما بعد بالقديس أولاف هذه المعركة، فإن المسيحية انتشرت بعد وفاته جزئيا بقوة شائعات الآيات الإعجازية، ولم يعد يسمى النرويجيين بالفايكنج. فبعدما أصبحت الكنيسة الكاثوليكية أكثر بروزا في أوروبا، تكيف الفايكنج مع هذه الديانة وقواعدها وأنظمة الملوك والمثل العليا الجديدة، فتركوا الغزوات والحروب وعاشوا في أرضهم، وبقي منهم الآن الدنماركيون والسويديون والنرويجيون والأيسلنديون وسكان جرينلاند، لتنتهي بذلك قصة الفايكنج الذين اشتهروا بوحشيتهم في الحروب التي برعوا في تخطيطاتها. وشهدت فترتهم براعة هندسية وزراعية ونقلة نوعية في مجال الملاحة وصناعة السفن التي تجوب البحار لمسافات بعيدة لنقل البضائع، حاملة معها الطموح الأول للفلاح الإسكندنافي البسيط في الحياة الكريمة. استكشف الفايكنج النرويجيين أوروبا بمحيطاتها وبحارها أثناء التجارة والحرب، كما وصل الفايكنج إلى أيسلندا وجرينلاند ونيوفاوندلاند والأناضول. بالإضافة إلى ذلك هناك دليل على تأييد أسطورة فنلاند التي وصلها الفايكنج من الغرب الأقصى إلى قارة أمريكا الشمالية. كان الفايكنج الذين غزوا أوروبا الغربية والشرقية في الأغلب وثنيين من الدنمارك والنرويج والسويد، وقد استوطنوا أيضا جزر فارو وجزيرة إيرلندا وأيسلندا وأسكتلندا وجرينلاند وكندا. أصبحت لغتهم اللغة النوردية القديمة هي اللغة الأم لما يعرف اليوم باسم اللغات الجرمانية الشمالية. وبحلول عام 801 يبدو أنه تم تأسيس سلطة مركزية قوية في جوتلاند، وكان الدنماركيون ينظرون إلى أبعد من المناطق التي يمتلكونها من الأراضي والتجارة والنهب. في النرويج شكلت التضاريس الجبلية والمضايق البحرية حدودا طبيعية قوية، وظلت المجتمعات هناك مستقلة عن بعضها البعض، على عكس الوضع في الدنمارك التي تعتبر بلادا منخفضة. بحلول عام 800 وصل عدد الممالك الصغيرة الموجودة بالنرويج إلى 30 مملكة. كان البحر أسهل وسيلة للاتصال بين الممالك النرويجية والعالم الخارجي، وقد بدأ الإسكندنافيون في القرن الثامن في بناء السفن الحربية وإرسالها في حملات هجوم لبدء عصر الفايكنج. وقد كان قراصنة بحر الشمال تجارا ومستعمرين ومستكشفين، فضلا عن أنهم لصوص. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.